جوج ديال البنات شابات في العمر ديالهم، وحده 14 سنه والاخرى عندها 15 سنه، كان مبحوث عليهم من بعد الاختفاء ديالهم نهار 27 شهر 8 2025. العائلات ديالهم بلغوا بالاختفاء ديالهم بالليل، لكن الصدمه كانت كبيره من بعد ما عرفوا الحقيقه. الصدمه الكبيره هو ان هذوك البنات تلقاو جثث هامده في واحد لو تونيل في بوردو. السؤال اللي كيبقى مطروح، واش نهار 28/8/2025 هي اللي توفاو فيها هذوك البنات؟ كاينين بزاف ديال التساؤلات، والاسباب ديال الوفاه ديال هاد البنات بجوج، وحده عندها 14 وحده عندها 15، وهذه اول حاجه اللي بغاو يعرفوها المحققين ويتاكدوا منها. المدعي العام صرح نهار 28/8/2025 بهذه الواقعه، وخصوصا منين تلقاو 200 امور غامضه في هذه الواقعه هذه، لان حتى شي سائق قطار ما بلغ على شي قصيده. يعني فاش كيكون شي حادثه بحال هكا، كيكون مثلا لو تران هو اللي قتل مثلا شي شخص، فاول حاجه هو ان السائق ديال القطار هو اللي كيبلغ، لكن هنا ما كان حتى شي بلاغ. هنا كاين غموض في القصه ديال هاد البنات والوفاه ديالهم. تفتح واحد التحقيق في البحث على اسباب الوفاه من طرف لو باركي دو بوردو، وحاليا كيهيئوا، وكنعرفوا دابا مع الدخول المدرسي فهما كيهيئوا حتى التلاميذ اللي غادي يكونوا في المؤسسه اللي نورمالمون كانوا غادي يكونوا فيها دوك البنات اللي توفاو. الصدمه غادي تكون قويه، والمأساة الكبيره هي كيفاش تلقاو الجثث ديال دوك البنات. الاب ديال وحده من هاد البنات اللي توفاو كانت توصل بواحد الصوره من بعض الصديقات ديالهم، كانت رسلات هاد الصوره اللي كانت لقاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لان وحده في دوك الصحابات ملي دخلوا داك لو تونيل صوروا التونيل ونشروا على مواقع التواصل الاجتماعي. الاب تعرف على هذاك لو تونيل في لورمون بالضبط، وهو مشى كيقلب، وفعلا كيلقى الجثه ديال بنته، ومن بعد كيلقى الجثه ديال صاحبه ديالها. وفعلا كانت هذه اكبر صدمه للاب، وهذا الشيء اللي كنصرح به على الاذاعه ديال TF1 هنايا.